التتويج بلقب هذه المسابقة 10 ألقاب. منطق الألقاب يؤكد أن الأهلي ذو مرجعية كروية كبيرة، صاحب ألقاب مرعبة ونتائج باهرة. كرة مصرية، بيرسيتاو يسدد والهدف لصالح الفريق المصري. يسجل ولد البافانا، يفاجئ الترجي. بيرسيتاو يعلن عن تقدم المارد الأهلاوي. أسبقية مبكرة للفريق المصري. الواقعية والواقعية ثم الواقعية يتعامل معها الفريق المصري. فريق الأهلي من أجل كتابة صفحة جديدة في كتاب الأمجاد للفريق المصري. براعة الأهلي تكمن في إنهاء الخواتيم الجميلة. دائما شامخ الأهلاوي. الفريق المصري يتقدم وغلطة من الدبشي يحاول بالرجل ابعاد الكرة، ولكن تكنيك سيء من جانب الحارس والكرة في الشبكة تمنح تقدم للفريق المصري. الفريق قوة الأهلي في ثالوث الهجوم، حركة بيرسيتاو وايضا كهربا ومع الشحات. هنا خطوط الاهلي. بيرسيتاو منطلق، بيرسيتاو السريع الخطير، بيرسيتاو خطير ولد ساوث افريكا. بيرسيتاو والثاني روعة جدا من ولد البافانا. تأنى امتدر وبعدها ارسل كرة في الشبكة. الكرة تطاوع، هذا الجنوب افريقي. الكرة تطاوع بيرسيتاو بلمسة غالة الدبشي. 2-0 الاهلي في طريق مفتوح ليعود مظفر بالنقاط الكاملة. هذا بيرسيتاو، هذا الخطير، هذا ولد البافانا اللي انطلق بالكرة. ولد البافانا يستحق ان يكون تاج على راس كل عاشق لفريق الاهلي، لانه بعدها بلمسه واحده في غايه الروعه. الجنوب الافريقي الفنان الانيق بيسراه يبعث الكرة في البعيده، ولكن توغاي في لقطه غريبه جدا. توغاي ثابت ينتظر يشاهد بيرسيتاو براحة تامة. أسكن الكرة المرمى. 2-0 تقريبا خلاص مباراة. توغاي ترجي واضح تماما تأثر بشكل كبير، والأهلي خطير عن طريق المرتدات. اليو ديانج يتقدم المالي من أجل الثالث. الأهلي خطير، كرة عند شحات عرضية والثالث. الهدف الثالث عن طريق كهربا يجيب الثالث. 3-0 قاسية جدا على الترجي. كرة مرت بين 3 لاعبين كملها كهرباء. ثلاثية للأهلي في رادس. لأول مرة الأهلي يسجل 3 في تونس، لأول مرة يحقق ثلاثية في شباك الترجي في ملعب رادس. 3-0 قاسية جدا على الترجي. لم يعتاد الترجي أن يخسر بالثلاثة أمام الأهلي في رادس. خسر 3 في القاهرة مرتين 2007 2021، ولكن لأول مرة فريق الترجي يسقط على ميدانه بهذه النتيجة. الأهلي القوي ملتزم بالفن وصناعة الروعة والفارق. الأرقام تؤكد قوة الفريق المصري. الأهلي تقدم 3-0. مرفوع الأهلي برسم روح المسؤولية والروح القتالية وبعبق ربيع اللونين.